السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. فيديو جديد، نهار جديد. اليوم غنحضر معكم واحد الدجاجة معمرة وغندخلها الفران. بسم الله على بركة الله. عندي هنايا الدجاجة تقريبا الوزن ديالها شي كي 2 كيلو الا ربع، كيلو ونص بحال هكاك. عندي هنا الشعرية الصينية ديال الروز اللي درتها في الماء طايب وخليتها واحد شوية. عندي هنا 5 الريوز ديال الثومه محكوكين. عندي معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه كبيره ديال السكينجبير، ومعلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال السودانيه حاره. كيبقى الاختيار لكم، تنقصوا ديروا شويه ولا بلات تحيدوها. وعندي معلقه صغيره ديال التحميره ومعلقه ديال الموطارد. وعندي هنايا بصله محكوكه رقيقه. وعندي هنايا المعدنوس حتى هو مقطع رقيق. وعندي زيتون خضر بلا عظم. وعندي الكبده. ونبداو على بركه الله. هاد العطريه عندي هي الاولى. نزيد لها شويه ديال الماء باش تخلط لي العطريه. نجيبو الدجاجه ديالنا. الدجاجه كنت مبيتها ليله كامله في الملحه والحامض والسكينجبير. ندخلوا لها العطريه هنا مزيان. هنايا في جهه العنق. صافي نديرو الدجاجه هكا على جنب. بسم الله. نزيدو هاد البصله. المعدنوس. الزيتون مقطع. ريوز ديال الثومه محكوكين. كيبدا تقدروا ديروا القدر اللي بغيتو، ما كاينش مشكل. نزيدو هنا الشعريه الصينيه. كنزيد هنا واحد القطيره ديال الزيت البلديه. بسم الله. الملحه كتذوقوا كتشوفوا واش تزيدوا الملحه واش ما تزيدوش. انا زدت واحد شويه حين الدجاج بايت مرقد في الملحه. وحتى المطارد كيكون حتى هو مالح، زدت واحد شويه من بعد غادا نذوق. خلطنا الحشوه ديالنا مزيان. كانت ناقصه واحد شويه زدتها مليحه. صافي نعمروا الحشوه. بسم الله.
هنا الدجاج ماشي بحال المغرب كيكونوا حالينو بزاف، كتجيبو منقي هنايا. ماشي مشكل، غنشدها هنا بالخيط صافي. غنلوي على الخيط ونرجع معاكم. صافي هنا بعد ما عقدت الرجلين بالخيط صافي درتها في هذا المول ديال الدجاج وصافي فيا واحد شويه ديال الكشمه. غادي نديرها في هذا البلاستيك هذا ديال الفرن. ونحطها هنايا صافي. وغادي ندخل الدجاجه دابا. غنسخن الفران غنديرو على 170 درجه تقريبا. غتاخد شي ساعه ولا ساعه وربع ديال الطياب، ونتلاقاو من بعد فاش نخرجها. هنا رجعت لكم. هذا هو الشكل النهائي. هذه هي الدجاجه ديالنا، جات محمره وطايبه مزيان. الحشوه حتى هي جات رائعه. خدات لي تقريبا ساعه ونص ديال الوقت في الفران صافي. ورافقتها بخيزو هنايا، درتو سلقتو نص سلقه وصوتيتو في المقله هو والفاصوليا الخضراء. ما عندناش هنا لاريكو، درت هاد الفاصوليا هذه قطعتها بحال شكل لاريكو حتى هي درت ليها نص سلقه وصوتيتها في المقله. البطاطا حتى هي درت ليها نص سلقه ودخلتها الفران جات رائعه. وهنايا رافقتها بهاد السلطه هذه الخفيفه الظريفه ديال الروز هكا خفيفه. الدجاجه جات رائعه. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا، وكنتمنى هذا الفيديو هذا يكون خفيف ظريف على قلوبكم، وكنتمنىكم تشجعوني ودخلوا تابوناو عندي. مرحبا بكم، وخليوا لي شي كومونتير زوين الا عجبكم الفيديو، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد عندي. صافي وصلنا دابا لنهايه الفيديو. الى فيديو لاحق ان شاء الله. كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. مع السلامه.